ازيكم يا شباب؟ انا محمود سولو، والنهارده انت بتتفرج على الحلقه الثالثه من يلا نسوق. الحلقات اللي بنطلع نتكلم فيها على موتوسيكلات مع اصحابها عشان نقدر نفيدك على قدر الامكان. وفي حلقه النهارده انا جالي شباب من القاهره لحد اسكندريه سفر بالموتوسيكلات عشان خاطر يقضوا يوم في اسكندريه. فلو عايز تسلي يومك ما تنساش تشوف الفيديو للنهايه، وما تخافش الفيديو مفيهوش موسيقى. اهلا بكم فيديو جديد، معاكم محمود سولو. انا النهارده بحدثكم من احد الفنادق سانسيرو، هو بتاع المصريين القدماء دوت. فسانسيرو دي بصراحه انا بخاف منها، بس اللي معاه ربنا ما يخافش من حاجه يا عم. الدور الاسانسيرات دي يا جدعان بتفكرني بايام ما كنت بشتغل دليفري وكده، وبنقعد نتنططوا في الاسانسيرات يمين وشمال، انت فاهم. فاحنا دلوقتي طالعين فندق نورماندي، شوف الدنيا هتمشي ازاي. طيب هو اللي انا عرفته دلوقتي ان الرجاله نزلت، فانا هنزل ندور عليهم بقى. طبعا يا جدعان الحمد لله على السلامه. اخواتي اللي جم من القاهره ب6 ساعات. لا يا عم ليه يا عم؟ لازم عشان كريم. ليه هم 4 ساعات ونص؟ يا عم انت مش قايل لي انت عارف الساعه 1؟ الحرب الساعه 4 الساعه 4. طب جيت الساعه معايا صور تثبت، خلي بالك باللوكيشن بتاعها. جيت الساعه كام؟ وصلت هنا 8 يعني رايح 4 مرات تمام، عشان في مكنه معمر لسه طالعه من عشان الراجل معمر. لا يا جدعان برضه الحمد لله انا جابته لحد هنا. الناس جم بسرعه، بس الحمد لله انت بتتحرك في الجو ده. يعني الساعه 4 الفجر. صفيع. بص التلج البيت كان هيروح مننا امبارح. الدوره الدمويه بتاعته الجو يا جدعان صعب، يعني الحمد لله هم عرفوا يوصلوا اصلا. الدنيا زي ما انتم شايفين الحمد لله ان هي مش تتش عليهم، بس الجو صعب. لا الجو حلو هنا دلوقتي، حلو. عارف يا زميلي ان الواحد يقوم لك من تحت البطانيه وينزل لك؟ والله العظيم ده انا بعزك عز. حبيبي يا زلمه، حبيبي يا صاحبي. رجع عشانك يا زلمه. والله يا صاحبي ده على راسي، على راسي على راسي حبيبي. واخويا البيضاء في واحد تالت بس مش عارف هو مبسوط جوه في المطعم. هيطلع دلوقتي ونطلع نتمشوا ونكسروا الدنيا باذن الله. نقعدوا هنا على البحر على طول، نقعدوا قدام شويه. يلا يا عبد صنع. عبده صنع. وبعدين جاي يسرع عند الظابط. بصوا يا رجاله، معانا النهارده الاف 250 بتاع اخويا عبده شارك، موتوسيكل عليه سكن
اللي هو بيتغير مع لون الشمس ده. يعني بص كده، موف كده، اخضر كده، ايه ازرق تقريبا مش عارف اللي هو ايه شبه السفليه. كاتب عليه ان هو تشارك. وده الجاكمان التلاتة شعلة عايز اسمعكوا صوته. عامل بقى شوية تعديلات ان هو زرار المبينة دوت، وده هولدر شغل خالص دي. عادي لو سيبهم زي ما هم. ايه؟ عادي سيبهم زي ما هم. استنى سيبها وديها. بسم الله. هنجرب دلوقتي الموتوسيكل. في فرامل؟ ماشي. بصوا يا جماعة، دي العلبة 3 شعلة. ده البحر اهو، شكل في نوة جاية. معانا النهارده بسم الله ما شاء الله. تجربة ممتعة. أنا عن نفسي أنا كده ممكن أفكر أجيب إف. تبدل يا زميلي؟ ايه؟ تبدل؟ عايز اقول لك انت بتفتح لايف ولا بتصور عادي؟ ده لا دلوقتي بصور عادي. ما تنزلش غير بكره بقى. هنزل يوم الخميس الجاي ان شاء الله. المهم مش النهارده، المهم بس نروح بكره باذن الله. الله يبارك لك. لا تعالى اقول لك ازاي تحط على اف 250 وانت راكب مكنه 150 بكل سهوله. خد انت صور يا عبد. خد انت صور. هتلبس خوذه ولا لا؟ هتلبس خوذه؟ يبقى خد انت البس. شغالها بس شغال يا زميلي، كل حاجه قدامك. دلوقتي زميلي انت اللي سايق، فانت لازم انت اللي تبقى ورا عشان احنا نبان قدامك. وده يا زميلي معناه ان الفيديو ده هتحط عليه 250 في الفيديو ده. انا اللي هصور. انا اللي هصور.
الامير مطقم مع التكاسي اللي هنا. هاتيله عارفها دي. وقفنا الجولة مع اخويا عبده. ود يلا عبده. خش بقى من جوه. يا جدعان هموت من التلج. الرجاله جايين من القاهره ربنا يعينهم، والدنيا بتشتي دلوقتي، المفروض ان هم يرجعوا تاني القاهره. الحوار صعب قوي، بس حاجه حلوه برضه انك تسافر كده وتستكشف محافظات جديده، تيجي تقعد مع اخوك السودو شويه تروق على حالك. اطلع وراه. زنقت زنقوك. اتحشر. المشكلة بقى الفرامل دلوقتي ايه؟ منعدمة، خرجت من المحادثة. الدنيا بتشتي وقلة أدب. الرجالة بنودع الرجالة الحلوة اللي نورتني اخويا البيضة. اخويا عبده. انت بتحط زيت موتد تمام. اللي هو ايه 700 ولا 500؟ 710 710 40. بتنزله كل قد ايه؟ يعني لو جو شتاء يعني بيبقى 1000 ونص او 1600. لو الجو شتاء 1000 ونص. بس ما بتبقاش حارق عليك كتير. ولو حر مثلا بتنزله كل قد ايه؟ يعني 1300 حلو عليك. 1300. والموتوسيكل بتاعك اف 250 صح كده؟ ماشي قد ايه؟
ماشي 27. ورينا عداك كده اهو رجاله. ماشي 28 عشان السفريه دي. 28000 عشان الراجل ده جاي من القاهره لحد اسكندريه. 28000 بتنزلوا كل 1000 ونص. كل 1000 ونص ساعه جبت المكنه الحمد لله. موتوسيكل محلش قبل كده صح؟ لا الحمد لله ما فيش اكتر من ورق دبلاج والكارونا. ورق دبلاج وكارونا. ده يا جماعه رد على الناس اللي بتقول ان زيت موتل، الناس اللي بتقول لك ان زيت موتل مضروب وكده. في منه مضروب. في منه مضروب بس مش كله. في اماكن تبعت لصفحه موتل الرسميه تمام، هيبعتوا لك اماكن مراكز معتمده ليها. حلو. هيبعت لك بتاع وتجيب منه وده مضمون 100%. يعني في اماكن بتاعت زيت موتل معتمده ومنتشره جدا في القاهره والجيزه عندنا. القاهره والجيزه وفي اسكندريه برضه. في اسكندريه وفي كل المحافظات. انت اهم حاجه تبعت لهم عنوانك وهم هيقولوا لك حلو. يعني الاصلي دوت مفيش منه ضرر. وعلى فكره اوفر كمان من الزيت العادي. ما لو هتنزله كل 1000 ونص يبقى كده اوفر من العادي طبعا. اوفر من اي حاجه. معلش انا بنزل ب 1000 ونص هو ثمنه 500 جنيه تمام بالتغيير بتاعه. حلو. والثاني 185 اللي هو الشيل تقريبا او الموبل. الشيل وبينزل كله 500 وبينزل محروق بينزل المكنه. ايوه صح وبيخلي المكنه تنعر. وبعدين انا بسمع منك يعني لما سمعت ناس بتقول ان زيت الموتور مضروب وبتاع انا نفسي قلقت. فلما لقيتك انت ما شاء الله بتنزله كل 1000 ونص فلا حاجه. هجيب المركز معتمد. هنجيبه مركز معتمد. وممكن برضه شركه موتل تبعته لك تمام على البيت بتاعك. حلو. هتدفع ثمن التوصيل بس. حلو ما شاء الله. ربنا يا صاحبي يديك خيرها ويكفيك شرها ويبعدك عن الميكانيكيه ويرجعك القاهره بالسلامه. ان شاء الله. ونودع يا جماعه رجاله القاهره، نوروني وشرفوني ونشوفوا ان شاء الله على خير في طلعه جديده.